ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم عن موضوع الفيل الوردي. ايه حكاية الفيل الوردي ده بقى؟ في عالم اسمه كارل يونغ، ده عالم تحليل نفسي كبير. كان بيقول مقولة كده: what you resist it persists. الحاجة اللي انت هتقاومها هتستمر وتفضل قاعدة معاك، ايا كان اللي بتقاومه، فكرة، شعور، صورة، ايا كان. تجربة الفيل الوردي دي هي تجربة لطيفة كده. ممكن اوضحها لكم ببساطه ان احنا بنطلب من اللي قدامنا ان هو يغمض عينيه ولمده دقيقه بحالها ما يفكرش في الفيل الوردي. ما يفكرش في الفيل الوردي. عقلنا الباطن حته النهي او ان انا النفي او كل الحاجات دي مش بتبقى بالنسبه له ذات قيمه قصاد ان في تفاصيل بتاعت فيل لونه وردي. فهو هيبدا يركز اكتر على تفاصيل الفيل الوردي، مش هيركز ان انا مش عايزه افكر. فكل شويه هيبدا يدور انا بفكر في فيل وردي ولا لا، فيلاقي نفسه بيفكر. وبالتالي فانا فكره ان انا طول الوقت بقاوم ان انا مش عايزه افكر فيه، هو الفكره مسيطره عليا. فحته المقاومه بتقعد الفكره او بتقعد الشعور. علشان كده الحل بتاعنا الاكسبتنس، القبول. انا اقبل الشعور دي، اقبل فكره. خلاص انا بفكر في الحاجه دي، بفكر في فلان ده، اوكي مفيش مشكله. خلاص انا بفكر فيه، مش هقول لا ما ينفعش افكر فيه، لا ما ينفعش، مش عارف ايه. انا حاسه ان انا غضبانه او حاسه ان انا حزينه، ما ينفعش احس ان انا حزين. ليه ما ينفعش؟ ما انا طول ما انا بدوس على الشعور ونكره ومش عايزه، او بدوس على الفكره ومش عايزها، فهي اعدالي. فالحل في الاكسبتنس ان انا اقبلها كانها موجه بحر بتعدي عليا. كان انا قاعد في الميه كده، موجه البحر دي عدت على دماغي كده وراحت. تمام. فحته القبول بالنسبه لي بتهدي جدا، غير حته ان انا ابدا اقاوم واستمر في المقاومه. دي كانت حكايه الفيل الوردي، وده كان التيبس بتاع النهارده. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، ويا رب تكونوا تستفيدوا من الحاجات اللي بنزلها.